يلا النهاردة نعمل أكلة شتوية كل الناس بحبها وأنا أولهم. أكلة أنا فعلا بموت فيها، القدوسية هي غلبة في عمايلها شوية، بس أحلى أكلة ممكن تاكلوها في الشتاء الصراحة، وأنا ساعات بعملها في الصيف يعني بدون مبالغة. هنا هنقول المقادير، هنقول هنجيب كيلو دقيق بالظبط، وعليها هي مقدرة بسيطة جدا، كيلو دقيق ومعلقة صغيرة ملح اللي هي معلقة التوابل والمية زي ما انتوا شايفين. وانا هحط المقادير طبعا في صندوق الوصف. هنا هنعجن لحد ما تبقى عجينة عبارة عن عجينة متماسكة مش بتلزق. بصوا بوريها لكم عاملة ازاي، مش بتلزق خالص، متماسكة بين الطرية وبين الناشفة، يعني يا دوبك متماسكة، زي اكيد فاهمين قصدي. بعد كده هنسيبها ترتاح 10 دقايق، وهنبتدي نعملها اسطوانية كده ونقطعها عبارة عن قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين في الفيديو. بعد كده هنبتدي نكورها لحد ما نخلص المقدار. هنبتدي ناخده كورة كورة كده وهنفردها بالنشابة زي ما انتوا شايفين بالطول. ليه بقى بنفردها بالطول؟ هقول لكم ليه دلوقتي، وهتشوفوا في الفيديو بنفردها بالطول ليه. خليكم بس تابعوا الفيديو. كل ما نفرد كله لحد ما نخلص الكمية. فردناها بالطول ليه بقى؟ عشان هنجيب المكنة بتاعة المكرونة دي وهنفردها بالطريقة دي، وكل شريحة هناخدها هنحطها في الشريحة بتاعة المكنة اللي بتطلع الشعرية بالمنظر ده، يعني بيبقى ليها كذا غيار. بعد كده هنجيب حلة البخار وهنحط فيها ميه بتغلي، وهنحاول نرص الشعريه بالمنظر ده. طبعا احنا هنخلص الكميه كلها وبعدين هنبخرها، اوكي. وكل ما نخلص الكميه نعملها بشويه دقيق عشان ما تلزقش في بعض. بعد كده نحطها في البخار، اول ما تبتدي اول فوق او اول طبقه تشمع، هنحط شوكتين خلف خلاف. ليه بنحط الشوكتين دولت؟ عشان تفصل الطبقات من بعض، كل ما نحط طبقه ما تلزقش في اللي تحتها. واخدين بالكم؟ هنعمل كده لحد ما نخلص الكميه كلها زي ما انتوا شايفين. خلاص هنغطيها، وبعد كده هنبتدي نقلبها كلها، هتبقى بالمنظر دوت. هنجيب بقى صينية وهنبتدي نحطها على صينية ونحاول نفكها عن بعض بالشوكة، هتبتدي تتفرفط، هتبقى بالمنظر ده. والقدوسية بتتعمل مرة واحدة، تتبخر مرة واحدة، دي اسمها قدوسية، اوكي. وفي اللي هي بلد الارياف بيسموها المخروطه، بس احنا كاسكندرانيين بنسميها قدوسيه. هنبتدي نهويها كده، بصوا فرفرت ازاي اهي، كل واحده بعيده عن التانية، ما فيش ولا واحده لازقه في التانية خالص اهي بالمنظر ده. وهنبتدي نحطها في طبق تقديم، ونحط عليها شويه سمنه بلدي حلوين كده، والعسل الاسود لو حابه تحطي مكسرات حطي. في ناس بيحبوها بسكر البودره، لكن احنا بنحبها بالعسل الاسود. وبالهنا والشفا على قلوبكم. يلا قوموا بقى.